مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهل لها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم ورشة عمل حول تحسين التغذية. دعوة للحذر من الغبار الذي يغطي أجواء البلاد هذه الأيام. مدرسة ماي حبارة الفنية تخرج 41 طالبا. قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا في كييف، وروسيا تقول أنها وفرت ممرا آمنا. اتفاق مصري إسرائيلي أوروبي حول تصدير الغاز. والهند تعقد اجتماعا خاصا مع دول آسيان لتعزيز العلاقات الاقتصادية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقدت في أسمر اليوم 16 من يونيو ورشة عمل حول الوعي والثقافة الغذائية في المجتمع بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وهدفت الورشة التي شاركت فيها الوزارات المعنية والاتحادات الوطنية ومؤسسات أخرى تنقيح الدراسة التي أجرت ل3 سنوات وإعداد منشور تنويري للمجتمع. وقدمت في الورشة ورقتي عمل استشرافية عن إمكانية حدوث تغيير في الثقافة الغذائية بعد المناقشات التي جرت من قبل حول التغيير المرغوب في النظام الغذائي، والندوة التشاورية التي عقدت في شهر سبتمبر 2021، وإكمال النواقص وتجميع المقترحات. وبحثت الورشة مشكلة الثقافة المجتمعية التي تحول دون استخدام الغذاء السليم وكيفية حلها ومعوقاتها. وقال وزير الزراعة السيد الرفاعي برهي أنه بالرغم من أهمية الغذاء المتكامل والسليم، فإن الطريق المؤدي إليه ليس سالكا ومباشرا، لذلك يتطلب وضع خارطة طريق واضحة وإعداد وثائق مكتوبة ومصورة تستخدم في التوعية والتعبئة. وأوضح أنه بالرغم من القيام بدراسات استطلاعية حول الثقافة الغذائية في المجتمع في بعض مناطق البلاد، ولعدم كفايتها يجب وجود وكيلين على الأقل في كل إقليم وخلق الأرضية لتبادل الشعب الخبرات من بعضهم البعض من جهة، واكتساب الخبرات المميزة من العالم من جهة أخرى، وتقديم غذاء متكامل للشعب. وقال مستشار وزير الزراعة سيد أمانويل نجاسي أحد مقدمي ورقتي العمل بأن عدم تغيير المجتمع لثقافته الغذائية هو نتاج لتدني المعرفة الغذائية وليس لعدم وجود المحتوى في محيطه، ومن المهم القيام بالتوعية في جميع المناطق. وذكرت خبيرة التغذية الدكتور إيدن تارقي في التوضيح الذي قدمته عن المجاعة والنظام الغذائي العالمي والأهمية الكبيرة لاستخدام المجتمع الغذاء المتكامل الموجود في محيطه لضمان صحته. دعا مكتب الإرصاد الجوي للحذر من الغبار الذي يغطي الأجواء من 14 من يونيو بسبب تغير الفصول وتأثيره الكبير على الجهاز التنفسي والرؤية، ويجب أخذ الحيطة والحذر من خلال استخدام الكمامات والنظارات. وأوضح مسؤول مكتب الإرصاد الجوي في إدارة المطارات الدولية سيد إيساق في السها إمكانية إحداث الغبار أضرار كبيرة بالمواشي، فضلا عن خلق مصاعب في خدمات النقل البري والجوي. وقال أن الغبار الذي يغطي أجواء البلاد سنويا في شهر يونيو ناتج عن الرياح التي تأتي منطلقة من الجزء الشمالي للعالم أي من سيبيريا، وتمر بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية العربية. وذكر بأن الغبار إذا حمل بالرطوبة يمكنه تكوين القمام وهطول الأمطار، إلا أن دوره في غزارة وقلة الأمطار يحتاج إلى الدراسات الموسعة والمعمقة. هذا ومن المتوقع استمرار الوضع المناخي الحالي حتى 20 من يونيو. خرجت مدرسة ماي حبارة الفنية في مديرية جندة 41 طالبا بدرجة الشهادة في مجال البناء. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ عبد الوهاب محمد علي في مراسم التخرج في 16 من يونيو بأن الخريجين درسوا المسح والتخطيط لعامين والبناء لعام واحد. وقال مسؤول مراقبة المواصفات في قسم التأهيل الفني والمهني السيد معشو قبرة سائه بأن ارتقاء التعليم الفني في مجال البناء من عام وعامين إلى 3 أعوام من عام 2020 يحقق نتائج جيدة، داعيا الخريجين للعمل الفاعل في مكان العمل. وأشاد ممثل الخريجين بالاستثمار الجاري لوصولهم إلى هذا المستوى، مؤكدا جاهزيتهم للبذل والعطاء. هذا وقد تأسست مدرسة ماي حبارة الفنية عام 1994، وخرجت حتى الآن 4668 طالبا في مختلف المجالات المهنية.
أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة مواطنين قادمين من صنعاء والدخال بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي مريض كورونا واحد كان يتلقى الرعاية الصحية في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9775، شفي منهم 9665 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 7 مرضى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 16 من يونيو 2022. قدم عمال المؤسسات الحكومية في مديرية قندع 300 ألف نقفة ل50 أسرة من أسر الشهداء. وأفاد مراسلي الرينا بأن العمال المنضوين في 7 مجموعات كانوا يقدمون 500 نقفة شهريا لكل أسرة الشهيد باقتطاع مبلغ مالي من راتبهم الشهري، وقدموا بشكل جماعي هذه السنة مبلغ 6000 نقفة لكل أسرة لسنة واحدة. وأشاد المدير التنفيذي في إدارة مديرية قندع السيد حيش قبر سلاسي بمبادرة العمال، داعيا الجهات الأخرى للقيام بمثل هذه المبادرة. وأوضح مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد عبد القادر دعا إلى تقديم العمال المدنيين في الإقليم هذه السنة لحوالي 1,000,000 نقفة وزعت ل 150 أسرة الشهيد، فضلا عن مساعدة المحتاجين عينيا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وصل كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة الأوكرانية كييف قادمين من بولندا عبر القطار، بينما أعلنت برلين وواشنطن عن تقديم أسلحة جديدة لكييف. قالت روسيا أنها وفرت ممرا آمنا لشحنات القمح الأوكراني. وتأتي الزيارة المشتركة لقادة أكبر 3 اقتصادات في الاتحاد الأوروبي للتعبير عن التضامن مع كييف ودعمهم لها. وقال الرئيس الفرنسي ماكرون لدى وصول القادة الثلاثة إلى كييف أنها لحظة مهمة، فهي رسالة وحدة ودعم نبعث بها إلى الأوكرانيين. وأضاف أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية. والتحق بالقادة الأوروبيين الثلاثة الرئيس الروماني كلوس لوهانيس، ومن المرتقب أن تجرى محادثات بين القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وتأتي هذه الزيارة قبل يوم من تقديم المفوضية الأوروبية توصيات بشأن طلب أوكرانيا نيل عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو أمر من المقرر مناقشته في قمة للزعماء الأوروبيين. وقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا. وحضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مراسم توقيع الاتفاق حول تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي تأسس عام 2019 في القاهرة بحسب بيان لوزارة البترول المصرية. ويهدف التعاون إلى نقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا بعد تسييله في المحطات المصرية المعدة لذلك. وجاء الاتفاق الثلاثي وسط مساعي أوروبية للتخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، بحسب ما قالته فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، متطلعة إلى دول شرق البحر المتوسط للمساعدة في سد فجوة الطاقة. وشهدت لاين التي تقوم بزيارتها الرسمية الأولى إلى مصر بالاتفاق، ووصفته بأنه خطوة كبيرة للأمام من حيث إمدادات الطاقة لأوروبا، وأيضا بالنسبة لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة. عقد وزراء خارجية الهند ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان اجتماعا خاصا بهدف تعزيز العلاقات وسط الأوضاع العالمية الراهنة التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار أن الهند ورابطة آسيان تواجهان رياحا جيوسياسية معاكسة جراء الأوضاع الراهنة وتأثيرها السلبي على أمن الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. وبلغت التجارة بين الهند ودول رابطة آسيان أكثر من 78 مليار دولار في عام 2021. ويضم تجمع دول آسيان 10 أعضاء: بروناي وكمبوديا وأندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وميانمار وفيتنام. وقد بلغت التجارة بين الهند ودول رابطة آسيان أكثر من 78 مليار دولار في عام 2021.
في الخبر الأخير قالت فرق الإطفاء المحلية أن 3 حرائق قابات في إقليم كاتالونيا الأسباني حولت نحو 2700 فدان من القابات والأحراش إلى رماد بعد أن تسببت موجة حر يشهدها الإقليم في ارتفاع درجات الحرارة لتقترب من معدلات قياسية. وقالت إدارة الإطفاء في الإقليم أن الحرائق اشتعلت بالقرب من بلدات بالدومار وكوربيرا ديبري وكاستيلار ريبيرا، ويكافح الحرائق مئات العاملين في الإطفاء باستخدام مئات الشاحنات ونحو 12 طائرة. وتشهد إسبانيا موجة حر شديدة منذ أواخر الأسبوع الماضي، وهي أبكر موجة حر صيفية في البلاد منذ عام 1981. وحتى 5 من يونيو كانت المنطقة المحترقة في أسبانيا أقل بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ولكن خليطا من الطقس الحار والرياح والعواصف الرعدية أشعل عدة حرائق قابات في أنحاء البلاد. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم ورشة عمل حول تحسين التغذية. دعوة للحذر من الغبار الذي يغطي أجواء البلاد هذه الأيام. مدرسة ماي حبار الفنية تخرج 41 طالبا. قادت فرنسا وألمانيا وإيطاليا في كييف، وروسيا تقول أنها وفرت ممرا آمنا. اتفاق مصري إسرائيلي أوروبي حول تصدير الغاز إلى أوروبا. والهند تعقد اجتماعا خاصا مع دول آسيان لتعزيز العلاقات الاقتصادية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.